السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي وأحبائي، أسعد الله مساءكم بكل خير وبكل ما تتمنون هنا من داخل المملكة المغربية، هنا وبالتحديد من مدينة المحمدية. النهاردة جايب لكم ما وراء الكواليس، ما وراء الكواليس والتي تخص النادي الأهلي المصري، وحول كيفية تأسيسه، ومن هو الشخصية العظيمة المرموقة والتي أبدت بفكرة تأسيس النادي الأهلي، وهي شخصية عمر بيك لطفي. تعالوا تابعوا روبورتاج عن تاريخ تأسيس النادي الأهلي، وعن شخصية المرموقة والتي أبدت وأنشأت النادي الأهلي، وعن أصوله وجذوره وعروقه من أين جاء. اتفضلوا معايا شوفوا الفيديو وإن شاء الله هيعجبكم. اتفضلوا معايا. من أصول مغربية، والوداد اسمه على فيلم أم كلثوم. أنا ما كنتش. فعايزين إيه في دفء العلاقة أكتر من كده؟ نشوف هذا التقرير الصوتي عن عمر بيك لطفي. حلق علي بحرية يا نسر نادي الوطني. كذا تهتف جماهير الأهلي باسم ناديها العظيم الذي كانت بدايته مجرد فكرة جاء بها عمر لطفي بيك رئيس نادي طلبة المدارس العليا، وهو عبارة عن ناد وطني تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني. وبالفعل تحمس الجميع للفكرة، وتم الاتفاق على تأسيس النادي والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء. وبعدها تنازل عمر لطفي بيك عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الأهلي الأول لصالح الإنجليزي ميتشل أنس الذي كان مستشارا بوزارة المالية آنذاك، وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي. ولد عمر لطفي بيك عام 1867 في مدينة الإسكندرية، وتتلمذ في مدرسة الجمعية الخيرية التي أسسها عبد الله النديم، وحفظ بها القرآن الكريم، ثم انتقل إلى القاهرة وعاش في بولاق، والتحق بمدرسة الفرير الفرنسية. ثم التحق عمر بيك بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 1886، وعمل في قلم قضايا الحكومة، ثم في مكتب سعد زغلول للمحاماة، ثم قاضيا بمحكمة قنا، وفضل الاستمرار في مجال التعليم إلى أن أصبح وكيلا لمدرسة الحقوق وعمره 38 عاما. ثم ترك مدرسة الحقوق وافتتح مكتبا للمحاماة، وظل يعمل محاميا قبل نوفمبر عام 1911. ويعد عمر لطفي أحد رواد الحركة التعاونية على المستوى العالمي، وأطلق عليه أبو التعاون في مصر. فعندما رأى اشتداد الأزمة المالية عام 1907 وما كان يتكبده الفلاح من ظلم المرابين والمضاربين، أخذ يبحث عن طوق نجاة من هذه الأزمات. وبعد دراسته في إيطاليا عام 1908 للتعاون الزراعي، رأى أن تقتدي الحكومة المصرية بما فعلته ألمانيا وإيطاليا بإنشاء نقابات زراعية في كل بلدة تساعد الفلاحين بدلا من المرابين والمضاربين، فلم توافق الحكومة آنذاك، فلجأ بعدها إلى إنشاء النقابات الزراعية للإقراض والتسويق التعاوني للحاصلات. وبدأ مصطفى كامل وجمع من أصدقائه التفكير في إنشاء نادي المدارس العليا في أكتوبر عام 1905. وبعد جمع رأس المال اللازم لبناء النادي، اجتمعت أول جمعية تأسيسية لنادي طلبة المدارس العليا يوم الجمعة 8 ديسمبر عام 1905 بأحد قاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس إدارة النادي، والتي أسفرت عملية الانتخاب عن اختيار عمر لطفي بيك رئيسا للنادي الأهلي، ضعف عدد أعضائه خلال 3 سنوات قبل أن يصبح نادي الطلبة والعقل الوطني الذي تجمع حوله أبطال الحركة الوطنية. ومنه كانت تخرج المظاهرات ضد الإنجليز عند أي حادث وطني
ومنه ظهرت فكرة إنشاء النادي الأهلي للرياضة البدنية.